بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على خير خلق الله. النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل معاكم بقى، احنا مش هنطبخ النهاردة. طبعا احنا اليوم اللي بيبقى عندي اكل فيه بعمل ايه حاجة بقى، اي حاجة حلوة، عصير، اي حاجة تانية. ما بنطبخش، بنطلع نعمل معاكم اي حاجة تانية يعني. في ايه النهاردة ان شاء الله انا عندي اكل، فانا مش هطبخ. فاحنا طبعا بقى النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه حلو، هنعمل معاكم شويه كوكتيل على طريقتنا احنا. هعرفكم احنا بنعمله ازاي وبنحط فيه ايه. الكوكتيل بتاعتنا يا جماعه، لقيت الفراوله اول مره اجيبها السنه دي. انا عارف ما هي عشان القشر اللي فيها والحاجات دي. هي لسه في اولها ما بتبقاش حمراء قوي، هي لسه برضو بس يعني بتهيب في اي حاجه في اولها. حتى الباميه والملوخيه اول ما بيطلعوا ما بيبقوش لسه حلوين، بس الحاجه بتهيب في اولها كده. فانا حطاها في ميه، هي بقى هغسلها اشطفها شطفه كويسه وانضفها دلوقتي. دي بالنسبه للفراوله. ومعايا ده نص كيلو تفاح. المقادير بتاعتنا الكوكتيل دي ما يشترطش فيه ان انت تجيبي كميه. ليه؟ لان انت هتحطي ده نوع 2 3 4 او 5 6 انواع، هم هيدوك كميه في الاخر. ده الفراوله دي 3 ارباع كيلو يا جماعه. الفراوله ب15، هو زل ب10 جنيه، معرفش 3 ارباع او اقل يعني، المهم ان هو زل ب10. وده نص كيلو تفاح. التفاح من الصغير بتبقى ريحته قويه وجميل، احلى من الكبير. ده نص تفاح وتلات ارباع فراولة. وده برضو موزة، ده موز طيب. الكوكتيل عايز موزة تكون طيبة، مش لسه يعني ايه، مش تكون لسه شاريها اخضر وتيجي تعمل ايه بيبقى وحش كده وبيعض وما بيبقاش حلو. ده موزة اهو يا جماعة. ومعايا ده ربع كيلو، لا اله الا الله محمد رسول الله، كيوي. ده الكيوي يا جماعة ده ربع كيلو. وده برتقانتين. ده برتقان ما يكونش فيه بذر يا جماعة، برتقان بسرعة اللي بتحط. واللي انت مش عايزه تحطي خلاص، عايزه تحطي ده حاجه ترجع. عايزه تحطي جوافيه، عايزه تحطي مانجا، دي حاجه بترجع لك برضو. كوكتيل بلم اي حاجه. ولو في عنب بتحطي عنب، بس يكونش عنب في بذر. بتحط برتقان، بتحط مانجا، بتحط جوافه، بتحط عنب، اللي انت عايزاه. فانا عندي ده بسم الله الرحمن الرحيم. الفراوله 1، تفاح 2، الموز 3، الكيوي 4، البرتقال 5. 5 انواع اهو. فانا عندي جايبه كميات صغيره، وهم في الاخر هيدوني كميه، لان انت ما تحط دي على دي على دي، الحاجات دي متقطعه في الاخر هتديكي ايه. فاحنا الفراوله هنقطعها ونضربها في شفشق الخلاط يا جماعه. ماشي. ده انا عاملاها عصير نسقي به الكوكتيل. واللي هنقطع التفاح، هنقطع الموز، هنقطع البرتقال، هنقطع الكيوي. فاغسل الحاجات دي كلها واقطعها، ونضف الفراوله بتاعتنا ونضربها. وبراحتك عايزه تحطي تحلي بسكر، تحلي لو انت عندك متاح وعندك عسل، حط عسل ابيض بدل السكر. وبنعمل برضو سلطة فواكه. ان شاء الله كل مرة هنعمل لكم تحلية بطريقة جديدة. هنعمل لكم سلطة الفواكه بطريقة تانية، مش بنعمل لها عصير بقى، بحاجة تانية. اما يجي وقتها ان شاء الله هقول لكم بإذن الله. كل الخير معاكم. وياريت يا حبيب قلبي اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، وفعل زر الجرس يوصله كل جديد بإذن الله من يوميات أم محمد وأولاد. أنا دلوقتي معايا البلاستيكة دي، هنغسل حاجتنا ونقطعها فيها كده يا حبايب قلبي. ايه، انا قطعت الفراوله اهي، غسلتها. ما عملتهاش قدامكم لان انتوا عارفين الفراوله دي بتاعت الجبل بتبقى مليانه رمل وحاجات من دي، فهي كانت مش نظيفه صراحه. انا غسلتها كذا دور، وشطفتها تحت الماء رجالي وقطعتها. فكان الوقت هياخد الفيديو وقت يعني، فانا عملتها وركنتها هون. دلوقتي احنا هنقطع بقى حاجتنا. حابه اقول لك على معلومه دلوقتي ان شاء الله، احنا عشان ندعي من عصير الفراوله بتاعنا، انا عندي معلقتين كريم شانتيه. نقطع كده بقى يا جماعه. تدعمي عصير الفراوله بتاعك ازاي؟ عندي كريم شانتيه فراوله. دلوقتي هجيبهم واحطهم مع الفراوله وانا بضربها في الخلاط. ما اقدرش اقول بتبقى جميله. وهم اصلا كانوا باقيين عندي من ايام ما كنا بنعمل الزبادي يا جماعه. الفيديو بتاع الزبادي لما عملنا فيديو زبادي ساده وزبادي فراوله، هم عندي من يومها وانا عيناهم. هطلعهم بقى احطهم في شفشق الخلاط مع الفراوله، هيبقى خطير وجميل. برضو التفاح من الحاجات اللي بتبقى تسمر، لانه انتوا عارفين ان هو غني بالحديد. نعمل فيه ايه عشان ممكن
من المحتمل ان انت الكوكتيل دي يبات عندك في التلاجة، فعشان الحاجة ما تسمرش الموز ولا التفاح بروح عصرين نص ليمونة على الفاكهة وهي متقطعة كده قبل ما نضيف عليها ايه العصير. بتروح عصرة نص ليمونة شايلة منه البذر وعصرها على الموز والتفاح، لان الحاجات دي هي اللي بتسود بس، انما الكيو اي فاكهة تانية لا. ده من ضمن الحاجات برضو يا جماعة. حابة تضيفي عسل اسمر مكان السكر، عسل ابيض، عسل ابيض معلش مكان السكر ماشي. عايز تحط سكر وما عندكيش عسل انا هحط سكر عادي مش مشكلة. وبنقطع بقى كده الموز، بنقطع كده يا جماعة بقى الموز، قطع التقطيعة العشوائية اللي انت حباها. برضو من ضمن الافكار احب اقولها لك تقسم الصبع كده، من ضمن الافكار حبيبتي لو انت عندك كريم شانتيه بس انا ما عنديش حاليا دلوقتي، ممكن نضرب برضو حبة كريم على وش الطبق، على وش الكاس، على وش الكوباية، بتعمليها كده بتبقى زي بتاع المحلات واحلى كمان. بالعكس هتبقى اجمل. لو انت عندك رمان بتضيفي. كل الافكار كلها كوكتيل دي بلم اي حاجه يا جماعه، وهي دي الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده كده يا جماعه اهو. كده انا خدت شويه فراوله قطعتهم، وقطعنا البرتقال وقطعنا الكيوي اهو. دلوقتي الفاكهه بتاعتي عباره عن دي تفاح وموز وبرتقال قطعت حتت صغيره هي مكعبات على قد المعلقه، وشويه فراوله وشويه تفاح وشويه موز وشويه كيوي، واقلب بقى ببعضه. عصرت عليه نص ليمونه عشان يفضل ابيض وجميل كده، اي حاجه فيها حديد ما تسمرش اهو. شوفوا نص على 3/4 على ربع، ادانا برضو كميه مش بطاله. ودلوقتي احنا هنعمل هنعمل العصير اللي احنا هنحطه على الكوكتيل، اللي هو الكوكتيل هيشرب منه وتكليب المعلقه جميل. ده كيس يا جماعه، ده كريم شانتيه من دريم فراوله. لما انا كنت بعمل الزبادي الفراوله للمشاهدين الحلوين، ده كيس خدت منه معلقتين، خدت نص وسبته نص، فانا قفلته كويس وعينته. فدلوقتي انا هحطه على عصير فراوله، هيبقى ما اروعه بقى وما اجمله ماشي. دلوقتي دي الفراوله اللي هعملها عصير، خدت منها واحدتين قطعتهم هنا برضو بتدي وبتبقى جميله. ودلوقتي الباقي انا هضربه في الخلاط على الكريم شانتيه واحطه سكر ونحطه عليه وارجع لكم. كده يا حبايبي انا ضربت العصير الفراوله هي، بسم الله ما شاء الله. الفراوله ضربتها على المعلقتين الكريم شانتيه فراوله جميله. والريحه بقى عشان ما تحطوا فراوله على فراوله الله بتدعمها وتعزز اللون والطعم اهو. دي بقى ما تسيبها تعتق كده بقى في التلاجة على ما مثلا افراد الاسره يتجمعوا. دي كانت الحلوه، الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده هي جميله. وتروحي غرفه بقى، تغرفي في بولات، في سلطانيه، في طبق، في كوبايه، في كاس، اي حاجه انت عايزه تحط فيها تحط فيها. كده يا حبايب قلبي دي كانت التحليه بتاعتنا النهارده، التحليه الجميله. جربيها وصدقيني لو حد اول مره يعمل الوصفه دي جميله. دي تحليه حلوه، مش لازم كل مره نعمل كنافه لا بسبوسه لا وبننوع برضو. وبرضو مفيش احسن من الطبيعي، والطبيعي يكسب. والحاجات اما تيجي كده من مصدرها بتبقى حلوه. يعني دي كلها فواكه، فالفواكه مفيده برضو. مش كل يوم ندخل سكريات ملهاش لازمه جوه جسمنا. هو الحلويات مطلوبه وكل حاجه، بس مش على طول، يعني مره كده ومره كده. فانتوا عارفين في الشتاء الناس يا بتعمل يا حلويات يا حاجه حلوه زي دي اللي هو كوكتيل. يعني مرة تانية ان شاء الله نعمل سلطة فواكه، اقول لكم احنا بنعملها ازاي بنحط على مرة نعمل جيلي بالفواكه باذن الله، ننوع من محتوانا وان شاء الله يعجبكم. ويا رب فيديوهاتنا تنال رضاكم ونكون خفاف ولطاف على قلبكم. هو ده كان الكوكتيل بتاعنا النهارده. حابه تغيري يعني الفراوله انا قطعت منها واحدتين على الكوكتيل وقلبته وعملت الباقي عصير. حابه تحط مكان الفراوله دي يا حبيبتي مانجا حطي. حابه تحط مكان الفراوله جوافيه تعمليها عصير، يبقى هو العصير السائل جوافيه ماشي، مانجا ماشي، فراوله ماشي، اي عصير عايزه تعمليه بتعمليه جميل من ايدك. الحلو كله بين ايديكم ان شاء الله.
هو ده كان فيديونا النهارده. كان فيديونا عباره عن ايه؟ احنا كان عندنا اكل بايت، اما يكون عندي اكل بايت تاني يوم بسخنه برضو. الحاجه غاليه وما بنرميش حاجه، اللي عندي تاني يوم بكفي به. فبعمل حاجه جديده ايه بقى تاني يوم؟ صينيه حاجه حلوه، طبق كوكتيل زي ده، عصير. هو ده الجديد اللي انا بعمله جنب الاكل البايت، عشان برضو يبقى ايه، بننوع كده، وعشان الاكله تتاكل يعني. فده كان الطبق بتاعنا النهارده، كان عاملين حاجه حلوه اهو. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالاشتراك واللايك والسبسكرايب. يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.